السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني 2025. مرحبا بكم مجددا مع حل امتحان بوكلت إن شاء الله متوقع بإذن رب العالمين يكون في امتحان الجيزة 2025 غدا السبت 31/5/2025. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. ابن العزيز وبنت العزيزة طالبة الصف الثالث الإعدادي على مستوى الجمهورية، ما تنساش تشترك في قناة نصر اللغة العربية وتنشر الفيديو لأوسع نطاق، لأن نشر العلم فيه خير كثير. نبدأ يا جماعة بسم الله. عندنا إن شاء الله أول سؤال معانا في البوكلت نظام طبعا سؤال التعبير الوظيفي. ابني لازم تكتبه. اكتب لافتة تدعو فيها زملائك للمحافظة على المرافق العامة تبدأ بكلمة لا. طبعا انت هتشوف كلمة لا تتخرع وتتخض وتقول ايه ده حاجة جديدة. لا، كله سهل. مربعك بقلمك الرصاص طبعا، وفي وسط السطر هتكتب او في وسط المربع هتكتب لا لتخريب المرافق العامة، حافظوا عليها. بس دي يا جماعة اللافتة. لا لتخريب لام التوكيد المرافق العامة حافظوا عليها. نبدأ بعد كده مع التعبير الإبداعي. اكتب في موضوع واحد مما لا يزيد عن 12 سطر ولا يقل عن 8 أسطر حب الوطن من الإيمان. طبعا حب الوطن كل اللي نعرف نكتب فيه. النظافة مظهر حضاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. فطبعا الموضوعين أسهل من بعض. مقدمة نصر اللغة العربية إن لهذا الموضوع أهمية كبيرة أكسبته التفرد وجعلته في بؤرة الاهتمام، لذا كان لزاما علي أن أشحذ القلم وأميط اللسان لكي أعبر عن هذا الموضوع، وهو بعنوان أبدأ أكتب عن الموضوع حب الوطن أو لا أختاره النظافة، سواء ده أو ده. بعد كده يا جماعة نبدأ بعد كده مع اللي هو إيه الموضوع، وفي الختام تكتب الخاتمة. وبعد الإبحار في نهر الأفكار نأتي إلى النهاية كما يأتي الليل بعد النهار، كما تصل السفينة إلى بر الأمان. وفي الختام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وتبدأ تكتب تعبير. السؤال الثاني القراءة. طبعا القراءة المنهجية. كلمة المنهجية يا ابني يعني اللي جايه لك في الملخص أو جايه لك في كتاب المدرسة. أولا من موضوع فالق الحب والنوى. إذا بحبة القمح تتفتح عن عود حي يتغذى من الأرض طعاما ويرتوي من ماء المطر شرابا ويستمد من الهواء ومن الضياء فاعلية ونماء حتى ينتهي إلى حمل من سنابل تحمل كل سنبلة منها حبات من طبعا تعد بالعشرات. السؤال رقم واحد اختر الإجابة الصحيحة. معنى فاعلية ونماء طبعا هل هي قدرة وعطاء؟ إجابة خطأ. تنوع وإبداع برضو لا. امتداد وشموخ لا. الإجابة الصحيحة نمو وارتفاع. فاعلية ونماء يعني نمو وارتفاع. جمع كلمة عود طبعا أعياد لا، عادات لا، عوائد لا، ولكن طبعا جمع عود أعواد. السؤال الثاني لا يجب علينا التأمل والتفكر في مخلوقات الله تعالى. طبعا الكلام ده غلط مليار في المية، لأن الدرس أصلا بيدعونا للتفكر والتأمل في مخلوقات الله عز وجل. السؤال الثالث تتجلى مظاهر قدرة الله في الفكرة السابقة، وضح ذلك. هنقول إذا بحبة القمح تتفتح عن عود حي يتغذى من الأرض طعاما ويرتوي من ماء المطر شرابا وطبعا يستمد من الهواء ومن الضياء فاعلية ونماء حتى ينتهي من سنابل تحمل كل سنبلة منها حبات تعد بالعشرة. بعد كده ندخل على القصة الكتاب الإضافي يا جماعة اللي هو قصة طموح جارية. اختر
تمنى المخلصون من الشعب العربي في القاهرة ودمشق. ايه اللي تمنوا؟ انهاء الحرب؟ لا طبعا. تولية العادل حكم مصر؟ ده طبعا العادل كان فاسد وابن فاسد. عزل الصالح اسماعيل؟ لا، ولكن اتحاد الحكام. السؤال الثاني، ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة ام خطأ امام العبارة الخطأ. اعلنت شجر الدر، يا جماعة شجر الدر وليست شجرة الدر، وفاة السلطان وتولية ابنه توران شاه حكم مصر وتركت له الامر كاملا. هل الكلام ده صح؟ طبعا اجابة خطأ، لانها تعلم بطيشه، وهو طبعا بدأ عمله بسقطات اغضبت الامراء. لماذا كون المخلصون جمعيتي القاهرة ودمشق؟ طبعا الإجابة لتوحيد الجهود وتوجيهها لمحاربة العدو عدو الله الصالح إسماعيل، وتوحيد الصفوف وتوجيهها للانتصار على العدو وإنهاء الخلاف الناشئ بين الحكام والأمراء. اكتب ابني واحفظ الحاجات دي لأن متوقع تبقى إن شاء الله بكرة في امتحان الجيزة. قراءة المتحررة، لا يحدث الابتكار في فراغ، بل إن جزءا كبيرا من الابتكار يحدث كمحاولة لمواجهة مشكلات، فلا بد من وجود مشكلة للبدء في ابتكار حلول لها. فمثلا نشأة الشبكة العنكبوتية الإنترنت كمحاولة لحل مشكلة التواصل المعلوماتي بين الأقمار الصناعية، ونشأ نظام الGPS كمحاولة مشكلة تحديد مواقع السفن في البحار، وهكذا. لذا فعلينا ألا نتحجر أمام المشكلات، بل نتعامل معها كما لو كانت فرصا جديدة لتحريضنا على مزيد من الابتكار. ابن العزيز مضاد الابتكار، هل هو الحجب؟ لا طبعا. هل هو الإبداع؟ لأنه طبعا ابتكار معناه إبداع، وعاوز المضاد؟ لا طبعا. الابتكار المنع؟ لا طبعا، ولكن الابتكار عكسه التقليد. نمرة باء، ضع صح أم خطأ. نشأة الشبكة العنكبوتية من فراغ؟ لا طبعا، ده من نتيجة طبعا حلول ومشاكل حتى وصلت إليه، يبقى الإجابة خطأ. نمرة ج، متى ينشأ الابتكار؟ كما فهمت من الفكرة، بالجد يا محمد يا فهمي، والسعي، وعدم الاستسلام بالفشل. وطبعا نحاول مرة بعد أخرى. إسحاق نيوتن ما اكتشفش قانون الجاذبية من مرة واحدة، لا ده مرات عديدة. توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي 99 محاولة، وفي المحاولة المائة اكتشف لنا المصباح الكهربائي. يبقى ابن العزيز لا تيأس، ودايما دايما تكون عندك أمل في الحياة، لأن الحياة أمل وعمل وليست مجموعة من الحظوظ والمصادفات. السؤال الثالث من نص سفينة نوح، قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. معنى يخزيه يذله، ومضاد عذاب طبعا نعيم. من الآيتين يتبين موقف الملأ من نوح وإنذاره له موضح ذلك، حيث عندما كان يصنع نوح سيدنا نوح عليه السلام سفينة، طبعا من أدب التعامل مع الأنبياء لابد من ذكر سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا سخر قومه منه فحذروا بأن طبعا إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نمرة ج، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه. موضح الجمال في التعبير السابق، التعبير يدل على شدة العذاب ويقين سيدنا نوح عليه السلام بإهلاك الكافرين ونصر المؤمنين. سوف تدركون من الذي يلحق الذل والخزي. اكتب مما حفظت ما يعبر عن المعنى التالي. طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ينفعش تبدأ فسوف تعلمون، نبدأ الآية من أولها يا ابني، نبدأ الآية من أولها، ربنا يبارك فيه. هنقول: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حبيبي وابني طبعا هتقول لي يا مستر طب انت بادئ فسوف، لا عشان طبعا المكان هنا صغير، لكن انت في الامتحان لازم تجيب الآية من أولها احتراما وإجلالا وتعظيما لقرآننا الكريم اللوح المحفوظ. ندخل بعد كده الاختياري. طبعا احنا قلنا ده اجباري، هتختار اجيب عن سؤال واحد. يبقى يا ابني حتى في البوكلت اهو، يا اما تختار خلال كريمه يا اما تختار حب الوطن. ان شاء الله نصر اللغه العربيه يحل لك الاثنين وتركز فيهم، اذ ربما واحد تلاقي في الامتحان بكره بمشيئه الرحمن. تعال معايا.
إني لا تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وطلاق وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد استفاق مقسم الأرزاق تخير الصواب ما بين القوسين فيما يلي مرادف الشمائل طبعا الاخلاق مش محتاجه كلام ما اقدرش ان انا اقول لك اشواق ولا خلاق ولا طبعا الاخلاق مضاد طبعا تطربني يعني تسعدني عكسها ايه تسعدني وتحزنني وتشقيني كيف صور الشاعر حب للصفات الكريمه وما الذي هز مشاعره اي حاجه تكتبها صح صور الشاعر حب للصفات الكريمه بفرحه العائد الى وطنه ولقاء اهله بعد غياب والذي هز مشاعره هو ذكر الرجوله والكرم وضح الجمال في قول الشاعر رزقت خليقه محموده تصوير الخليقه المحموده بالهديه التي يمنحها الله الى من يصطفيه من عباده متى يكون المال والعلم نافعا يكون المال نافعا عندما يحصن بالعلم ويكون العلم نافعا عندما يتوج صاحبه بالأخلاق الكريمة أحمد شوقي ابن العزيز بيقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ندخل على النص التالي الاختياري من نص حب الوطن بلادي هواها في لساني وفي دمي يمجدها قلبي ويدعو لها فمي ولا خير في من لا يحب بلاده ولا في حليف الحب إن لم يتيم ومن توه دار فيشهد بفضلها يكن حيوان فوقه كل أعجمي هواها حبها مضاد يتيم يعني عكس يحب يكره كيف عبر الشاعر عن حب الوطن بالكلام الكثير عن بلاده في الحب والإعجاب والولاء والانتماء ووصف الشاعر من ينكر ويجحد فضل بلاده بالحيوان فوقه كل عجب بل مرتبته أقل وأدنى من الحيوانات بعد كده وضح الجمال في بلادي هواها في لساني وفي دمي تعبير يدل على دوام الشعر الحديث عن بلاده وهو لا يتكلم إلا حبا وإعجابا وعشقا وتيما وشغفا في هذا الوطن الحبيب حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها وأمنها وتكون دائما في ربوع الأمن والأمان اكتب من النص البيت الدل على لا رفع لبلد من البلاد إلا بيدها لا خش يا ابني معاه وركز وما يرفع الأوطان إلا رجالها وهل يتركى الناس إلا بسلم عاوز تكمل اللي بعد كمل ومن يتقلب في النعيم شقى به إذ كان من أخاه أو إذا كان من أخاه غير منعم ندخل على بطل الامتحان ألا وهو القواعد النحوية لم يكن ذا مال ركز معايا لم يكن هو اوعى تقول ذا دي اسم كان هقطع رقبتك ركز قوي ذا اسم كان ما ينفعش هتبقى خبر كان ومنصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه اب اخ حم فم ذو بمعنى صاحب ترفع بالواو تنصب بالالف زي ما انت شايف وتجر بالياء ومع ذلك كان قنوعا يعطي الفقراء والمساكين في واحد يقول المساكين نعم هقطع رقبته تاني يعطي فعل مضارع هو فاعل الفقراء مفعول به والمساكين معطوف طبعا منصوب بالفتحه وكان يبصر عواقب الامور يفطن لما ينبغي عمله اللي ينبغي عمله طبعا اللي ينبغي عمله تبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ويهتم بتعليم أبنائه حتى بلغوا الوظائف المرموقة وبقى مع ذلك متواضعا كيف بقى يا ابني متواضعا هتبقى حال منصوب بالفتحة طلع اسم فاعل من القطعة واذكر فعل متواضع من مضمومة وكسر ما قبل الآخر بعد إذنك يا محمد يا صبري خلي بالك لما أحب أشيل وأجيب الفعل هشيل الميم وأحط مثلا ياء تواضع أو يتواضع يبقى أنا هنا الفعل هشيل إيه الميم فقط يبقى تواضع صيغة المبالغة يا محمد يا فهمي وزنها هتبقى قنوة على وزن فعول ماشي يا عبد الرحمن يا فكري اسم آلة وبين نوعه مفتاح بكسر الميم على وزن مفعال يا فارس مشتق قياسي قديم اسم مفعول يا سيف واذكر فعله مضبوطا بالشكل هيبقى يا صديق يلي هجيب فلوس الدرس النهارده المرموق اللي هي ايه رمق خلي بالك اسم المفعول يا ابني اسم المفعول يا حبيبي اسم المفعول يا عمرو يا حمدي دايما
ولازما وابدا مبني للمجهول. اضم الاول لو ماضي ويا صديق واكسر ما قبل الاخر. عمرو رضا الزملكاوي، نركز مع بعض. يبقى المرموق ايه؟ رمق. ادي الفعل بتاعه. حبايبي المسكرين، ابنائي طلابي طالبات الصف الثالث اعدادي، في نهايه الفيديو وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.